المغرب في بداية السبعينات كان كيغلي. أزمة اقتصادية، صراعات سياسية وتوتر داخل المؤسسة العسكرية. وسط هذا الجو متشنج وقعت واحد من أكثر اللحظات اللي عرفها المغرب في العهد ديال الملك الحسن الثاني، نهار 16 غشت 1972. النهار اللي كلشي تبدل في ثواني. الملك الحسن الثاني كان راجع من فرنسا من بعد زيارة رسمية. الطيارة الملكية ديالو البوينغ 727 كانت غادية تهبط في مطار سالا، ولكن قبل ما توصل كانت وحدات من القوات الجوية المغربية مستعدة لمسلسل آخر. سعود ديال الطيارات حربية F5 خرجوا من قاعدة القنيطرة العسكرية، قيادة الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية والدفاع في ذاك الوقت، والمهمة هي إسقاط الطائرة الملكية. البلاد كانت مقبلة على انقلاب جديد من بعد انقلاب الصخيرات ديال سنة 1971 اللي ما نجحش. منين قربت الطيارة الملك تدخل المجال الجوي المغربي بدا الهجوم. الطيارات الحربية داروا عليها دائرة وقادوا الهجوم مباشر. الرصاص الثاقب بدا كيدور من جهة اليسار ديال البوينغ، واحد الشرطي اللي كان في داخل الطيارة تقتل، وشي حلاق الملك تصاب. الملك في ذاك الوقت بقى هادئ ودار واحد القرار خطير، شد الميكروفون ديال الطائرة وقال للجنود اللي في المقاتلات: هنا الملك، راكم ولادي، راكم غالطين في المهمة اللي عطاوها لكم. وكاين روايات كتقول انه دار راسو هو مازال طيار وبدل الشفرات باش يدوخهم. المهم المقاتلات تردوا وما بقاش لهم الوقت. الطيارة الملكية قدرت تهبط في مطار سلا بهبوط اضطراري. من وقفت الطيارة كان المطار في أوضاع مرعبة، جثات، دخان، ونفس الجنود اللي كانوا خاصهم يستقبلوا الملك ما كانوش عارفين شنو واقع. الحسن الثاني خرج هادئ، ولكن الغضب ظاهر على وجهه. وقف كبار الضباط وفعل إجراءات أمنية غير مسبوقة. الملك أمر بجلب جنرال محمد أوفقير للقصر. هذا الراجل كان اليد اليمنى ديال الملك لسنوات طويلة وصاحب نفوذ كبير في الدولة، وما كان حتى واحد كيشك بأنه غادي ينقلب عليه. الليلة ديال 16 غشت 1972 أوفقير لقى نهايته. الرواية الرسمية قالت أنه انتحر ب5 رصاصات، ولكن حتى واحد في المغرب لا قبل ولا دابا ما كيصدق هذه الرواية. الأغلبية كيقولوا بأنه تم التصفية ديالو وتم إغلاق الملف، ومن بعد العائلة ديالو تعرضت للعقاب وتهجرت سنوات طويلة في الصحراء. من بعد هذا الحدث دار الملك بزاف ديال التغييرات كبيرة في البلاد. أعاد تنظيم الجيش وعزز السلطة ديالو، ودار سياسة جديدة باش يتحكم في المؤسسات، وخلق أجهزة أمنية جديدة أكثر صرامة. المغرب دخل مرحلة معروفة بسنوات القبضة الحديدية. هذا الانقلاب بقى محفور في ذاكرة المغاربة لأنه كان قريب بزاف يغير تاريخ البلاد كامل. محاولة الانقلاب ديال 1972 ما كانتش غير محاولة إسقاط طيارة، كانت محاولة إسقاط نظام سياسي كامل، ولكن فشلت وبقات كواحد من أكثر اللحظات حساسية وغموض في التاريخ السياسي المغربي. حتى اليوم أسئلة باقة واقفة: شكون شارك مع أوفقير؟ وشنو هي الأسباب الحقيقية؟ وشنو وقع في القصر ذاك الليلة؟ الأسرار باقي مخبيين في صفحات التاريخ. بهذا غنكون وصلنا لنهاية القصة ديالنا. نتلاقاو في قصة أخرى. تهلاو.